كتير بحب أكد عليكم إن أنا ما بحبش أتكلم في مواضيع، خصوصا لو هي بتتعلق بناس توفوا، لأن أنا ما بحترمش الناس اللي بتركب الترند على حساب ناس متوفيين. يعني خلينا نقول إن شغل السوشيال ميديا قايم أصلا على الترند، ولكن لما بيتعلق بحد متوفي فالموضوع بيختلف شوية. وأنا واخد عهد على نفسي وبجدد العهد معاكم في الفيديو ده كمان، نفس الكلام اللي أنا قلته قبل كده كتير، إن أنا مش هتكلم في سيرة حد متوفي أثناء الترند. علشان كده انا استنيت شوية قبل ما اقول الكلام النهائي في موضوع وفاة الدكتور ضياء العوضي. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ في البداية احب اوضح ان في حاجات لازم كلنا نتفق عليها. اول حاجة هو كون ان الدكتور استطاع ان هو يجذب ناس كتيرة للنظام اللي هو عمله، وفي نفس الوقت تضاربت الآراء في كون إن النظام ده مفيد ولا لأ. وده اللي عمل حالة الانقسام الشديدة قوي ما بين ناس مؤيدين للفكرة وناس معارضين ليها. وعلشان نفض الاشتباك ده بقى بعد الهيصة دي كلها ما خلصت، خلينا أوضح لكم هي المشكلة أصلا جاية منين. المشكلة جاية في إن مفيش حد عنده اقتناع تام بكل حاجة من الكلام اللي كان بيقوله الدكتور. بمعنى إن اللي مقتنع بالكلام اللي هو بيقوله مقتنع بجزء معين بس، هو فكرة الأدوية، فكرة إن في حاجات كتيرة ممكن تتظبط من غير أدوية، إن النظام الغذائي ممكن يأثر على الصحة ويحسنها وكل الكلام ده. ولكن هو أكيد ممكن يكون متحفظ على بعض الآراء التانية المتشددة، زي موضوع تناول أطعمة معينة وتفادي تناول أطعمة بشكل آخر. الطرف الآخر بقى بيركز على الجزء التاني ده، اللي هو الشخص الأولاني متجاهله أو متحفظ عليه، وبيقول إن النظام ده ينسف أي حاجة تانية. ولكن هو في نفس الوقت عمره ما هيقدر يعترض على فكرة إن الأدوية أثارها السلبية أكتر من منافعها. ولذلك هنلاقي إن في اتفاق ما بين إن الناس مقتنعين بحاجات ومش مقتنعين بحاجات، وكل واحد بقى على حسب هو الحاجات اللي هو مقتنع بيها دي تكفي إن هو يدافع عن الدكتور، ولا مش مقتنع بالكلام اللي بيقوله الجزء ده وده يكفي إن هو يهاجم الدكتور مهاجمة كلية. واعتقد بالتفسير اللي انا قلته ده هتقدر بعد كده تفهم هو ايه المشكلة بالظبط فيه. ليه ناس متشددين قوي معاه وواقفين في صفه، وناس بيعارضوا كل افكاره وبيتريقوا عليها. ولكن بقى نضيف للحقيقة اللي قلناها ان الناس كلها متفقين ومختلفين على كلامه. حقيقة تانية مؤكدة، موضوع شركات الأدوية كان ليها دخل أو سبب مباشر أو غير مباشر في وفاته. هنا بقى الكلام ده طبعا في جزء كبير منه غامض وفي علم الغيب، ولكن الدلائل العامة المباشرة كده بتقول ان ليها دخل في الموضوع، وده ما نقدرش ننكره. وده برضو اللي بيرد على الناس اللي بتهاجم النظام اللي هو قاله. يعني بياخدوا على سبيل المثال حادث الوفاة ويقولوا ان هو التزامه بالنظام ده هو اللي ادى للمضاعفات اللي ادت لوفاته. ولكن ارجع واقول برضو هم بيتجاهلوا جزء كبير قوي، الجزء اللي هم ال 12 يوم اللي قبل الوفاة. 12 يوم كاملين كان بتبلغ عن اختفائه، وما كانش فيه اي تواصل ما بينه وما بين الادمن بتاع الصفحة بتاعته، والكلام ده مثبت. يعني بالتالي الوفاة اللي هم بيقولوا اكتشفوا وفاته بعد 24 ساعة، في 11 او 12 يوم كمان قبلهم وهو مختفي. فده اللي بيحط شكوك ان في حاجة مش طبيعية في الموضوع. احنا هنا ما نقدرش نأكد على ان في حاجة حصلت بالظبط، ولكن نقدر نقول ان الموضوع مش طبيعي، وان في كلام كتير هيظهر في المستقبل. ولكن المهم اللي نستفيد منه واللي نطلع بيه في نهاية الحلقة تعليقا بقى على الموضوع ده كله، هو موضوع اتفاقنا واختلافنا على حاجات من اللي هو بيقولها، وتأكدنا على ان في حاجة هتظهر بمرور الايام. حابب اسمع تعليقاتكم، ولو الحلقة عجبتك متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي. في نفس الوقت تعمل لها سبسكرايب، تابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.